السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الغاليين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالى صديقي نحل محافظة القليوبية. قبل اي حاجة يا صديقي بنبدأ الاول بالصلاة على الحبيب، وتعالى كده نمسك اول سؤال. بيقول لك اي من معارك فتح مصر اظهرت ان عمرو بن العاص كان على دراية بنقاط ضعف جيش الروم. نقاط ضعف جيش الايه؟ الروم. طبعا يا صديقي انت عارف ان عمرو بن العاص بعد ما فتح الفرمة قال لك انا هنزل تحت عندي بلبيس. قلت له ليه؟ قال لي عشان خاطر الطريق من الفرمة لبلبيس ده طريق صحراوي، فاحنا هنحتمي بالصحراء. ليه؟ لان العرب جامدين في الصحراء، العرب اتربوا في الصحراء وكل حروبهم كانت في الصحراء، لكن الرومان ما بيعرفوش يحاربوا في الصحراء. تمام؟ فانا هو عشان عارف ان الرومان ما بيعرفوش يحاربوا في الصحراء هتجه بعد الفرمة الى بلبيس. يبقى صديقي اختار مين؟ بلبيس. اخطر الهجمات التي تعرضت لها مصر في عصر الاخشيدين كانت قادمه. بص يا معلم، لما قامت الدوله الاخشيديه كان اكتر حد خطر على الاخشيدين هم الفاطميين، اللي هي الدوله الفاطميه. طب الدوله الفاطميه كانت فين؟ قال لي مصر دي كانت موجوده في بلاد المغرب. في بلاد الايه؟ المغرب. يبقى موجوده صديقي في ايه؟ في المغرب. سؤال رقم 3. باستيلاء جوهر الصقلي على مصر حدث بها تحول. انت يا باشا لما سيطرت على مصر عملت تحول ايه؟ قال له والله خلاص كده مصر بقت تابعه للفاطميين اللي هم على المذهب الشيعي. على المذهب الايه؟ الشيعي. حلو. قلت له ده كلام جميل. قال لي كمان خلاص مصر بقت تابعه للفاطميين وفقدت تبعيتها السياسيه للدوله العباسيه. الدوله العباسيه. يبقى انت كده عملت تغير سياسي لانك حولت مصر من تبعه اسميه للدوله العباسيه الى تبعه للدوله الفاطميه، وكمان هتنشر المذهب الشيعي. يبقى تحول سياسي وايه؟ ومذهبي. تم الاتفاق على قرار فتح مصر في طبعا انت عارف يا صديقي ان عمر بن الخطاب كان قلقان انه يفتح مصر، فعمل ايه؟ عمل مؤتمر اسمه مؤتمر الجابية عشان يتناقش في فتح مصر. يبقى المناقشة في فتح مصر والاتفاق في فتح مصر كانت في الجابية. طب اين تقع الجابية؟ قال الجابية موجودة في جنوب سوريا، وسوريا بتقع في الشام. يبقى منطقة الشام. سؤال رقم 5. تشابه الولاة في مصر في عصر الخلفاء الراشدين مع عصر الدولة الأموية. صلى على اللي يشفع فيه. في عصر الخلفاء الراشدين الوالي كان عربي. الوالي كان ايه؟ كان عربي. وفي عصر الدولة الأموية الوالي كان عربي. يبقى هما الاتنين بيتشابهوا في الأصل العراقي، ان هما الاتنين عرب، لكن مفيش اختلافات دينية ولا انفصال عن الخلافة ولا اختلاف في الأصل العراقي. الحضارة التي تسعى لمواجهة المشكلات بطريقة علمية تتسم بيه. قال لك يا باشا الحضارة الإسلامية بتمتاز بالإيه؟ قال لي بتمتاز بالواقعية. بتمتاز بالإيه؟ بالواقعية. والواقعية عشان هي بتحل لك المشكلات بطريقة علمية وطريقة عملية كمان. زي مثلا مشكلة الميراث، مش الإسلام حل لك مشكلة الميراث؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين. تمام؟ فطبعا يا صديقي الواقعية هي اللي بتحل لك المشكلات بطريقة علمية وعملية. سؤال رقم 7. الخليفة الفاطمي الذي حقق انتصار سياسي على الدولة العباسية في عقر دارها. انت متخيل؟ حققت انتصار سياسي، مش عسكري، سياسي. فين؟ في عقر دارك. في عقر دارك ده اللي هو ايه؟ اللي هو العراق، اللي هي بغداد. ما بغداد دي تبقى عقر دار الدولة العباسية، اللي هي مركز الدولة العباسية. طب مين؟ قال له والله يا مستر كان المستنصر بالله. اشمعنى المستنصر بالله؟ لو تفتكر يا صديقي ان المستنصر بالله هو اللي عزم ارسلان البساسيري على طبق كشري، وبعد ما عزمه قال له انا عايز الجوامع هناك تخطب باسم الخليفه الفاطمي. فظلت الخطبه باسم الخليفه الفاطمي المستنصر عاما كاملا لحد ما جت الدوله السلجوقيه واعادوا الخطبه باسم الخليفه العباسي. فاللي حقق انتصار سياسي على الدوله العباسيه في عقر دارها في بغداد ذات نفسها هو الخليفه المستنصر بالله. سؤال رقم 8. بيقول لك يتمثل وجه الشبه بين الحمله الصليبيه الخمسه والسته. انا عايز شبه هنا بين الخمسه والسته. هل استيلاء الصليبيين على دمياط؟ يعني في الاثنين اذا كانت الخمسه والسته استولوا على دمياط؟ اقول لك لا. عارف امتى اختار دي؟ لو قال لي الخمسه والسبعه، لان الخمسه والسبعه فعلا استولوا على مدينه دمياط. طب هل الصراع بين البيت الايوبي؟ لا، دي لها علاقه بالسته مش بالخمسه. لها علاقه الصراع بين بيت الايوبي من بيت سوري، الصراع بين البيت الايوبي اللي هو كان الصراع بين المعظم عيسى والكامل. طب هل انتصار المسلمين على الصليبيين؟ لا.
لان الستة نجحت. ولكن يا صديقي موقف الكامل المتخاذل تجاه بيت المقدس، لان في الحمله الصليبيه الخامسه الكامل الناقص كان عايز صديقي يديهم بيت المقدس مقابل ان هم يخرجوا من دمياط، والستة هيديهم بالفعل بيت المقدس بعد ما يعمل معاهم معاهده اسمها معاهده يافا. ساعتها هيسلم بيت المقدس للامبراطور الالماني فريدريك الثاني. سؤال رقم 9، يرجع السبب في اشتراط الخبره السياسيه لصاحب الشرطه. قال لك صاحب الشرطه ده لازما يبقى عنده براعه سياسيه، لازما يبقى بارع سياسيا. قلت له ليه؟ قال لي عشان خاطر الوالي لما يسيب الدوله ويمشي، مين اللي بيدير الولايه نيابه عن الوالي؟ قال لي صاحب الشرطه. يبقى هنا لازما يبقى عنده خبره سياسيه ولا مش لازما يبقى عنده خبره؟ لازما يبقى عنده خبره. يبقى هو انابته عن الوالي في اداره الولايه هي اللي خلت ان صاحب الشرطه ده لازم ولا بد يبقى عنده خبره سياسيه، لازم يبقى عنده براعه سياسيه. سؤال رقم 10، حرص صلاح الدين الايوبي على الاستيلاء على المدن الساحليه قبل استرداده لبيت المقدس من اجل، يعني صلاح الدين كان حريص ان احنا نستولى على المدن الساحليه قبل ما يروح يفتح بيت المقدس. ليه؟ قال لي عشان خاطر لما استولى على المدن الساحليه هحاصرهم وهمنع وصول اي امدادات للصليبيين في الشام. تمام؟ فهو صديقي انا عملت كده ليه؟ لمنع وصول امدادات بحريه للصليبيين، لمنع وصول امدادات بحريه، عشان كده سيطرت على المدن الساحليه الاول. لكن انا مش بعمل كده عشان ابعد الصليبيين عن بيت المقدس، انا بعمل كده عشان ما يوصلش اي امدادات، وبعد كده اروح بقى افتح بيت المقدس. ولا فرض الحصار على اماره طرابلس، هو ما راحش ناحيه طرابلس اصلا، ولا تامين طريق التجاره للمسلمين. يدل انتشار بعض الصناعات في الدوله الاسلاميه على ثراء الدوله. في صناعه من الاجابات بتدل ان الدوله الاسلاميه دوله غنيه. صناعه ايه؟ قال لي يا مستر صناعه تكفيت المعادن، او بنقول عليها تطعيم المعادن. لما كانوا بيجيبوا البرونز ويطعموه بالذهب او الفضه، شوف احنا اغنياء لدرجه ان عندنا ذهب وفضه كتير فبنطعم بيه معدن البرونز. يبقى هو صديقي تكفيت الايه؟ المعادن. سؤال رقم 12، اخفت شجره الدر خبر وفاه زوجها اثناء الحمله الصليبيه السابعه. طبعا يا صديقي شجره الدر بعد ما مات الصالح نجم الدين ايوب ما طلعتش صديقي وقعدت تلولو وتصوت وتقول يا خرابي يا خرابي، مفيش الكلام ده صديقي. الست هنا صديقي بتظهر لي مهارتها السياسيه والعسكريه، بتظهر لي سوري دورها السياسي والعسكري، بتظهر لي يا صديقي تحملها المسؤوليه، ان هي خبت خبر وفاه زوجها. تمام؟ ليه؟ عشان تحافظ على الروح المعنويه، وبالتالي هتحافظ على تماسك الجيش الاسلامي. يبقى صديقي الحفاظ على معنويات جنود الايه؟ المسلمين. سؤال رقم 13، ظهرت سياسه اتباع التتار التحالفات لمواجهه المماليك خلال عهد كل من التتار اللي هم المغول. اللي هم ليه المغول؟ هل المغول عملوا تحالفات؟ ايوه. قلت لك يا صديقي عندك واحد اسمه ابغى ده قائد مغولي، بعد ما المغول اتهزموا في عين جالوت اتبع سياسه التحالفات. اتحالف الاول مع السلاجقه ضد الظاهر بيبرس، ودخل معاه في معركه وهي معركه الابلستاين. حلو، اتهزم. يعمل تحالف تاني مع واحد اسمه ليو الثالث اللي هو ملك ارمينيا، ضد مين؟ ضد المنصور قلاوون، وهيتهزم برضه في معركه حمص. يبقى انت عملت تحالفات ضد اتنين، بيبرس والمنصور قلاوون. فين بيبرس والمنصور قلاوون؟ او الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون. اقدم المكتبات وجودا في الدوله الاسلاميه، طبعا وانا مغمض عيني، هي اقدم مؤسسه علميه في الدوله الاسلاميه ايه؟ قال لي يا مستر المسجد. طبيعي يبقى اقدم مكتبه هتبقى في المسجد، يبقى ايه؟ مكتبات المسجد. لان اول حاجه اتعملت في الدوله الاسلاميه قبل المكتبات العامه وقبل المكتبات الخاصه والمدارس كمان ذات نفسها كان المساجد، والمساجد كان فيها مكتبات. حلو، فاقدم حاجه هي المساجد. ترتب على دخول غير العرب في الاسلام ظهور علم. بص يا معلم، دخول غير العرب في الاسلام ده نتج عنه ظهور علمين: علم القراءات، حلو، وعلم النحو. علم القراءات عشان تعرف ترتل القرآن بشكل كويس، وعلم النحو عشان خاطر يا صديقي نحط قواعد للغة العربية عشان تعرف تقرا العربي بشكل كويس، وبالتالي هتعرف تقرا القرآن بشكل كويس. يبقى انا صديقي القراءات والنحو او عند القراءات. جاءت الفرصة للبابوية لتحقيق هدفها في السيطرة على الأماكن المقدسة المسيحية في الشرق، عندما يعني صديقي البابا اللي موجود في روما اللي هو اسمه أوربان الثاني، جات له الفرصة ان هو يسيطر على الأماكن المقدسة اللي هو بيت
المقدس. امتى؟ قال لي يا مستر لما اليكسيوس كومنين راح اشتكاله. راح ايه اشتكاله ليه؟ قال لي عشان خاطر قلب ارسلان اللي هو حاكم الدوله السلجوقيه مسك الدوله البيزنطيه غسلها، اداها علقه موت في معركه اسمها معركه منزكرت او ملاذ كرت او ملاذ كرت. فهو صديقي البابويه تستغل ان البيزنطيين مش عارفين يحموا اراضيهم، وان اليكسيوس كومنين يروح يستنجد بيه ويبدا يبعت حملات صليبيه عشان ايه؟ يستولى على الاماكن المقدسه اللي هو بيت المقدس. يبقى فشل البيزنطيين في الدفاع عن اراضيهم من مين؟ قال لي من السلاجقه بعد انتصار قلب ارسلان عليهم في معركه منزكرت او ميلاذ كرت. سؤال رقم 17. كانت قضايا الميراث في الفقه الاسلامي سببا لابتكار علم. الميراث، مشكله الميراث بقى ما انت عارف، فاحنا عشان نحل المشاكل دي اضطرينا احنا نخترع ايه؟ علم الجبر، التلت والتلتين وهكذا. يبقى كانت سبب في ايه؟ في اختراع علم الجبر. معركه مرج الصفر من المعارك الفاصله بين المسلمين طبعا يا صديقي دي تعتبر اخر معركه مع المغول. اخر معركه مع ايه؟ المغول. في عهد مين؟ قال لي في عهد الحاكم المملوكي اللي اسمه الناصر محمد ابن قلاوون. الناصر محمد ابن ايه؟ قلاوون. تمام؟ فطبعا دي اخر معركه مع المغول اللي هي التتار. المغول اللي هم تتار. اقام العباسيون شبكه من القنوات بين نهري دجله والفرات عرفت باسم، طبعا يا صديقي دي عملوا حاجه اسمها الايه؟ النواظم. اللي هي النواظم اللي هي عباره عن قنوات طالعه من النهرين اللي هو دجله والفرات، فعملوا حاجه اسمها الايه؟ النواظم. العلم يرفع من شأن صاحبه. الحكمه السابقه تنطبق على، طبعا وانا مغمض عيني، اللي كان عالم وترفع شأنه هو كافور. كافور كان المدرس البرايفت لعيال محمد بن طوق، وشاء القدر يا صديقي من عبد، ثم بعد كده مدرس برايفت لعيال محمد بن طوق، ثم بعد كده حاكم لمصر. فبص العلم رفع شأني. هو مين يا شباب؟ كافور الإخشيدي. تعال نمسك المقال. أول سؤال في المقال: تناقض أدوار الدولة السلاجقة في التاريخ الإسلامي. في دول العبارة السابقة وضح العلاقة بين السلاجقة وكل من الحملات الصليبية والظاهر ببرص. طبعا أنت عارف يا صديقي إن السلاجقة المسلمين انتصارهم على البيزنطيين في معركة ملاذ كرد أو منزكرت سبب في لجوء الإمبراطور البيزنطي إلى البابا أوربان الثاني، وده أدى إلى نجاح البابا أوربان الثاني في إثارة حماس أوروبا لشن حملات صليبية على العالم الإسلامي. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية يا صديقي إن السلاجقة على الرغم إن هم حاربوا البيزنطيين، بس في نفس الوقت يا صديقي تحالف السلاجقة مع المغول ضد الزار بيبرس في معركة الأبلسطاي. حلو؟ بس طبعا الزار بيبرس إيه؟ هزمهم هزيمة ساحقة. فهو أدوار دولة السلاجقة تناقضت في التاريخ الإسلامي. ليه؟ الحملات الصليبية هتبقى السبب في مجيء الحملات الصليبية لأن هي ضربت الدولة البيزنطية، بس في نفس الوقت هتعادي الظاهر بيبرس وهتحالف مع المغول. 2. دل على صحة العبارة الآتية تاريخيا: انتصار طبقات المجتمع الإسلامي في بوتقة واحدة. طبعا انتصار طبقات المجتمع في بوتقة واحدة، وده اللي كفله الإسلام من أسس حددت قواعد المجتمع من عدل ومساواة ورحمة وتعايش، زي مثلا سلمان الفارسي وبلال الحبشي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين مع بعض. الموالي عاشوا مع العرب عادي جدا. عندك مثلا البرامقة، عاش البرامقة والطولونيين والإخشيديين والسلاجقة في كنف الخلافة، وعاش أهل الذمة في قلب المجتمع. فاهم؟ فكلنا كنا إيه؟ في الهوا سوا مع بعض يعني.